في بنات ما ضيعوش نفسهم في غلط، ولا مشوا في طريق وحش، ولا خانوا مبادئهم. في بنات ضاع عمرهم وهم مستنيين كلمة تتحقق، وعد يطلع بجد، وحد يقول تعالي أنا جاهز وهاجي أتقدملك. دي قصة بنت ما اتكسرتش مرة واحدة، دي اتكسرت بالتدريج على مدار 9 سنين. أنا سلمى، عندي دلوقتي 30 سنة. بحب الاستقرار قوي، لكن بخاف من المغامرة. ما كنتش هعرف لما أحلم وأحب بالطريقة دي. وكان نفسي إن أنا أحب قوي بقصص الأفلام. كنت عايزة راجل يكمل معايا ويعيشني في قصة حب. أول ما دخل حياتي حسيت بالأمان، مش لأنه عمل حاجة، لكن لأنه وعد وفضل يوعد ويوعد. وده الطعم الحلو اللي أنا للأسف وقعت فيه. قال لي أنا ناوي أتجوزك، بس الظروف واقفة معايا دلوقتي. قالها وهو باصص في عينيا بثقة تخوف. قالها انتي بس كل اللي عليك انك تصبري شوية. وانا صدقت، مش لاني ضعيفة، لاني ما كنتش اتخيل ان حد ممكن يستثمر في الانتظار. سنة ورا سنة ورا سنة، كان كل شوية يكلمني في التليفون ويحلف ان هو مش عايز غيري. كل مرة حد يتقدم لي كنت ارفض بثقة واقول انا مرتبطة، وهو كان مطمن من غير ما يكون مسؤول. ويعدي سنة تالتة ورابعة، ويبدأ الغياب والردود تتأخر والاهتمام بيقل. ولما عاتبه يقول لي انت مكبرة الموضوع، يا بنتي ما انا هاجي اتقدملك. الجملة دي كانت بتخليني اشك في نفسي، اقول يمكن انا فعلا بضغط عليه. شوية وشوية ويجي سنة 5، وده كان أول كسر حقيقي ليا. صاحبتي القريبة مني اتجوزت. رجعت البيت وبصيت قدام المراية، بصيت لنفسي، هو أنا واقفة مكاني ليه؟ وسألت نفسي بصوت مهزوز، هو أنا هفضل لغاية إمتى مضيعة عمري كله؟ ده أنا خلاص قربت على 29. كلمته في التليفون وقلت له هتتقدم إمتى؟ قال لي مش دلوقتي، بس ما تخافيش. قلت له إزاي يعني ما خافش؟ ولا خطوبة ولا ميعاد ولا خطوة حتى تحسسنا إن إحنا ممكن نبدأ مع بعض. بس نفس الوعد، هو ما بيتغيرش. اصبري، استني، قريب هتقدم. بعد ما استنيت، بعد ما عمري عدى قدامي سنة ورا سنة، بعد ما بقيت كل ما ببص في المراية بشوف واحدة كبرت وهي واقفة مكانها، انفجرت. انفجار وجع مكتوم. كلمته المرة دي مش عشان استني ولا عشان اسمع كلمة اصبري، المرة دي عشان اسأله سؤال واحد بس: انت ناوي تعمل ايه؟ سكت شوية وبعدين قالها من غير مقدمات، من غير حتى اعتذار: انا هعمل فرح. قلبي دق، قلت ودموعي محبوسة: اخيرا؟ امتى؟ طب هتتقدم لبابا امتى؟ رد وكلمته كانت اقسى من اي ألم: بس مش معاكي، مش انتي اصلا العروسة. الدنيا وقفت، ما استوعبتش اللي قاله، ورديت عليه وانا برتجف: ازاي؟ ازاي بعد كل السنين دي؟ ده انا ضيعت عمري كله عشان مستنياك. قالها بكل برود: انتي فاهمة غلط، انا عمري ما وعدتك بحاجة رسمية. ساعتها حسيت ان ال9 سنين اتحولوا لسكينة دخلت في قلبي مرة واحدة. مش لانه هيعمل فرح، لكن لانه هيعمله هو عارف ان في واحدة ضيعت عمرها مستنية اليوم ده معاه. قفلت المكالمة، قعدت على الارض، لا عيطت ولا صرخت. بس لأول مرة فهمت ان ان اللي بيخليك تستنى لحد ما العمر يعدي بيك مش بيحبك، ده بيستخدم صبرك. قعدت ايام مش بعد الساعات، بعد الخسارة. 9 سنين مشوا من عمري، ولا ذكرى واحدة ليها قيمة غير ان انا كنت دايما مستنية. افتكرت كل مرة قلتله طب انا هعمل ايه، وكان يرد يقول استني شوية اصبري. كل مرة احتاج امان ويديني مسكن بالكلام، ولا مرة اداني قرار. يوم فرحه قرب والناس بتبعتلي صور القاعة والزينة والفستان الابيض،
وانا كنت بلبس وجع اسود. وفي ليلة وانا لوحدي مسكت الموبايل وكتبت له اخر رسالة، مش عتاب ولا شتيمة، بس كانت حقيقية قوي. قلت له انا استنيتك لانك طلبت، مش لاني ضعيفة، وانا ضيعت عمري كله لانك خوفتني من اني امشي، مش لاني مش قادرة. بس دلوقتي انا مش زعلانة انك اتجوزت، انا زعلانة ان انا صدقتك. مسحت رقمه مش عشان انساه، عشان افتكر نفسي. ابتديت من جديد، مش مفاجأة ولا حاجة، ولا قدرت اعمل كده فجأة ولا بقوة خارقة. ابتديت بخطوة صغيرة، ان ابطل استنى حد. رجعت تاني لحياتي واحلامي اللي كانت واقفة على جنب علشان هو بس. ضحكتي رجعت، هي مختلفة بس اهدى واصدق. وبعد شهور سألوني مش ندمانة، ابتسمت وقلت الندم الوحيد ان انا كنت مستعدة اضحي بكل حاجة عشان واحد، والواحد ده ما كانش مستعد ان هو يختارني. علشان كده يا حبايبي، لو حد قالك استني من غير تاريخ، من غير فعل، من غير خطوة، اعرفي كويس قوي ان هو بيشتري وقت على حساب عمرك، وان انتي عمرك اغلى من اي وعد كذاب.